لو سمعت الأخطاء اللي قلناها في بارت 1 هنقول لك شوية أخطاء كمان اوعى تعملها في بارت 2. أول حاجة هقولها لك في بارت 2، اوعى تكون شخص سلبي في الانترفيو. لو اتوجهت لك الفرصة علشان تسأل أي سؤال محتاج إنك تسأله في الانترفيو، خلي أسئلتك كلها ليها علاقة بالبوزيشن وبالشركة، وحاول إن أسئلتك تكون محضر لها كويس. زي ما الكوميونيكيشنز وكل كلمة بتقولها وبتطلع منك مهمة في الانترفيو، خليني أقولك إن كمان الكلام اللي ما بيتقالش مهم جدا وبيأثر في الحكم عليك، زي لغة الجسد أو اللي بنسميها البادي لانجوج. من أول دخولك من الباب والطريقة اللي خبطت بيها وفتحت الباب للطريقة اللي بتقعد بيها على الكورس. آخر حاجة لازم ما تعملهاش خالص، اوعى تروح متأخر، واوعى لبسك ما يكونش مناسب للوظيفة أو للشركة. أتمنى لك إنك تاخد الوظيفة اللي بتحلم بيها، وأتمنى لك إنك ما تقعش في أي غلطة من الأخطاء اللي اتكلمنا عليها. ويلا قول لنا هتعمل إيه في الانترفيو اللي جاي.